إمام عاشور راح فين؟ ده السؤال اللي بيشغل بال كل جماهير الأهلي، بل كل جماهير الزمالك والناس اللي بتحب الكورة. إمام عاشور راح فين؟ ده السؤال اللي الناس بتسأله كله. من معلوماتنا ومن مصادرنا من داخل النادي الأهلي أحب أقول لكم إمام عاشور راح فين. أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من خلال الموقع التلفزيوني الموقع. معكم عادل الزمر. طبعا بعثة النادي الأهلي المتجهة اليوم إلى تنزانيا لملاقاة فريق يانج أفريكانز بعد غدا السبت في تمام الساعة 13 عصرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله. كلنا عارفين الأهلي فاز على يانج أفريكانز هنا، وإن شاء الله يفوز ويقدم مباراة كويسة هناك. البعثة النهاردة كانت متجهة إلى تنزانيا. كل اللعيبة موجودة، كل الجهاز الطبي والإداري والفني موجودين. مين اللي كان متخلف عن البعثة؟ كان 2 لعيبة، مش لعيب واحد، 2 لعيبة، إمام عاشور وحسين الشحات. ولكن حسين الشحات كانوا متواصلين معاه، وأبلغ مسؤول النادي الأهلي والكابتن وليد صلاح الدين إنه هيتأخر نص ساعة وهيكون موجود. وطبعا دي طيارة خاصة بالنادي الأهلي، فتطلع وقت ما تطلع عادي مفيش مشكلة. فأبلغوا الطيار إن فعلا يستنى نص ساعة حسين الشحات جاي، وبالفعل وصل حسين الشحات للمطار وطلع مع البعثة. ده بالنسبة للاعب الأول اللي كان متخلف عن البعثة وهو حسين الشحات. أما القصة الكبيرة والجدل اللي بيحصل إمام عاشور راح فين؟ الكل تفاجأ بعد ما نزلوا في القائمة اسم إمام عاشور إن إمام عاشور مش موجود. بدأوا يتصلوا بيه تليفونه مغلق. كل المحاولات فشلت في الوصول إلى إمام عاشور. بدأت الصحف تكتب والمواقع تكتب وبعض الصحفيين المنتمين لأندية أخرى تكتب إمام عاشور متهرب، إمام عاشور خلاص مش هيسافر مع البعثة، إمام عاشور بيلوي دراع النادي الأهلي، إمام عاشور بيتنطط عن النادي الأهلي، ده جاي له عقد كبير جدا في أمريكا عشان هو حس إنه نجم الفريق. بدأ كل واحد يكتب اللي هو عايزه على صفحته أو على الموقع بتاعه. ولكن الحقيقة بعد ما تواصلنا من خلال مصادرنا الخاصة جوه النادي الأهلي تأكدوا ان البعثة او الاداريين والكابتن وليد صلاح الدين لما اتصل بأهالي او بأهل إمام عاشور كانت المفاجأة. إمام عاشور ما هربش، إمام عاشور ما أغلقش تليفونه، إمام عاشور لم يتخلف عن البعثة، ولكن إمام عاشور منذ الأمس ظهرت عليه علامات المتحور الجديد متحور كورونا هو وأسرته بالكامل. تاني، إمام عاشور لما تواصلوا معاه فريق النادي الأهلي والإداريين قال لهم ان ظهرت عليه اعراض المتحور الجديد متحور كورونا هو واسرته بالكامل من امبارح. فطبعا امام عاشور في تطعيمات بياخدوها اللعيبه في تنزانيا عشان الاوبئه والامراض المنتشره في تنزانيا. فقال لك امام عاشور مناعته مش هتستحمل التطعيمات دي وده لازم يتطعم. اللي حصل لما تواصل الكابتن وليد صلاح الدين والاداريين مع اهالي امام عاشور او اهل امام عاشور قالوا لهم ان هو فعلا مصاب بالمتحور الجديد والاسره بالكامل، وحتى كمان ما قدرش يحضر النهارده التمارين بتاع المتغيبين. طب ايه اللي هيحصل؟ كابتن وليد صلاح الدين قال لهم اللي بيني وبينكم الجهاز الطبي هيتم توقيع الكشف الطبي على اللعيب، وهنشوف اذا كان فعلا كلامه صحيح مفيش مشكلة وده اللي هنعلنه رسمي. إذا كان في أي أسباب أخرى هيتم توقيع عقوبة كبيرة جدا على إمام عاشور قد تصل إلى أكتر من 1,000,000 جنيه. تاني، إمام عاشور لو الكشف الطبي أثبت أنه يعني مصاب هو وأسرته بالمتحور الجديد متحور كورونا زي ما قال مفيش مشكلة، والأهل هيطلع يعلن في بيان رسمي. إمام عاشور في أي حاجة غير كده وبيتكلم بحاجات تاني أو في حاجة تاني غير كده في دماغه هيتم توقيع عقوبة كبيرة جدا عليه قد تصل إلى أكتر من 1,000,000 جنيه. ده بناء على المعلومات اللي موجودة داخل النادي الأهلي. أما بخصوص ما يقال إن في عقد
جاي الامام عاشور وعرض كبير جدا من امريكا لا اساس له من الصحه، خصوصا ان احنا عارفين ان عقد امام عاشور لسه باقي فيه موسمين ونص، فمستحيل اللاعب يقدر يلوي دراع النادي الاهلي لان لسه باقي في عقده موسمين ونص. كمان عارفين كلنا ان باب غلق القيد للفتره الشتويه فاضل عليه يومين في مصر وفي كل دول العالم، فازاي لعيب هيغامر ويلوي دراع النادي عشان يومين؟ فمش معقولة ابدا. فبخصوص العرض الامريكي مفيش اي عروض جت لامام عاشور، وامام عاشور لسه عقده مع النادي الاهلي باقي فيه موسمين ونص، يعني قصة امريكا منتهية ومفيش اي كلام خالص بالنسبة لامام عاشور بالنسبة للعقد بتاع امريكا. اما بخصوص ان هو بيلوي دراع النادي الاهلي او ما بيلويش دراع النادي الاهلي ده ما حصلش. المهم امام ملتزم في مع النادي الاهلي بعقده لسه فاضل فيه موسمين ونص. زي ما قلت لحضراتكم اللي هيبين واللي هيكشف زي ما قال الكابتن وليد صلاح الدين هو الكشف الطبي على اللعيب، اذا كان عنده فعلا متحور كورونا الجديد خلاص اللاعب بريء ومفيش اي ادانه ليه، ودي حاجه خارجه عن ارادته وعن اراده الكل. اما لو في اي اسباب اخرى هيتم توقيع عقوبة كبيرة جدا على امام عاشور قد تصل الى اكثر من مليون جنيه، وده حصل قبل كده لما كان مع محمود كهربا وكان مع امام عاشور برضه، والاهلي اعلن عن كده. المختصر في الموضوع ده كله ان الجماهير والكل منتظر بيان النادي الاهلي، والنادي الاهلي وادارته منتظرين الكشف الطبي يوصل لهم عشان يقدروا يعلنوا رسمي عن الحالة امام عاشور اذا كان مصاب فعلا بمتحور كورونا الجديد ولا في اسباب اخرى. ولكن لا صحة لما يتم تداوله على التواصل الاجتماعي او منصات التواصل الاجتماعي او بعض الاعلاميين او الصحفيين او بعض المواقع، لا صحة تماما، والكل حابب يصيد في المية العكرة، وكل حابب عاوز يظهر وياخد الترند ويعلي الريتش زي ما بيقولوا. ولكن احنا من خلال الموقع وتلفزيون الموقع يعني حضراتكم عارفين ومتعودين معنا ان احنا بنجيب لكم الحقيقة من مصدرها، فبناء على مصادرنا داخل النادي الاهلي قلنا لحضراتكم الحكاية او المعلومات المؤكدة بخصوص موضوع امام عاشور. موضوع امام عاشور وسبب تخلفه عن بعثة النادي الاهلي المتجهة الى تنزانيا هو اصابته بمتحور كورونا الجديد. مفيش عروض في امريكا ولا غيره، وده اللي هيكشفه التقرير الطبي الفترة اللي جاية، او يعني على الاقل ساعات قليلة جدا، وبعد كده هيعلن النادي الاهلي اذا كان فعلا عنده اصابة فيروس كورونا الجديد ولا في اسباب اخرى. ده كان كل تفاصيل سر اختفاء امام عاشور وعدم ذهابه مع البعثة المتجهة الى تنزانيا اليوم. من خلال الموقع وتلفزيون الموقع كنت معاكم عادل الزنط.